العصيدة الليبية ما كنتش نعرف نديرها. العصيدة تعلمتها من أختي الصغيرة، وبصراحة إنها أسهل وأضمن طريقة لها. من يوم ما درتها بطريقتها وأنا أدمنت عليها، وديما تطلع معاي تهبل، فحبيت نشارككم معاي طريقتها. ناخدو كوب مكوم دقيق لفوق ويكون مغربل، كوب مية أقل شوية من كوب الدقيق. تقدروا تستخدموا لكل كوب مية كوب دقيق. في طنجرة نحطوا كوب مية، رشة ملح وزيت زيتون. بعد ما تغلي شوية نحطوا الدقيق ونبدو نعصدوا فيها، نحولوها شوية من النار ونبدو نعصدوا فيها كويس. طبعا تقدروا تستخدموا العجانة، بس زيادة الماعين على الفاضي. نضيفوا عليها أقل من نص كوب مية ونغطوها بيه، نخلوها على النار لين تنشف ميتها. وأول ما تنشف ميتها نبدو نعصدوا فيها تاني. في يلي عصد فيها على الأرض، بس هدوكا سوبر وومن، أني ما بدش تزبط معاي على الأرض بكل. المهم نعصدوها لين يكون معاش عندكم جهد. شوفوا ما شاء الله تطلع سو سوفت. نحط عليها زيت زيتون ونرجعوها تاني على النار لين تتمسك كلها مع بعض. ندهنوا زيت زيتون في صينية ونحطوا فيها العصيدة، وممكن تشكلوها كيف ما تحبوا، بس أنا الأشكال الجديدة اللي طلعت للعصيدة ما نحبهاش، نحبها تكون كلاسيك. زبدة سمن أو زيت زيتون من فوق، ودبس التمر الرب، وبس. أسهل منها ما فيش. في حاجة مش فهمتها، هل العصيدة وجبة فطور بس أو لا؟